عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. ما زالت قضية قناة الحوار التونسي والمنشط أمين قارة تجد تفاعلات جديدة منذ تسرب خبر التخلي عن خدمات في تقديم برنامج جديتوه، وتواتر الأنباء حول إيقاف البرنامج الترفيهي نهائيا عن البث. وتشير المعطيات الجديدة المتوفرة حول هذا الموضوع أن إدارة القناة قررت إيقاف التعامل نهائيا مع أمين قارة على إثر مشاكل إنتاج متعددة أحدثها البرنامج، مما عرقل كل محاولات إيجاد نسق إنتاجي ومردود مالي. ويمكن القناة من تحقيق أرباح ومواصلة المراهنة على هذا البرنامج الترفيهي بالأساس. وعلق نجيب الدزيري اليوم في برنامج إيميسيون امبوسيبل على آخر الأخبار المتداولة كاشفا حقيقة مغادرة أمين قهرة للقناة، وقال: وأمين قارة قال عمني والجاني في الصيف جاني عرض من تلفزة تيفي وتم الترفيع في الراتب متاعو برشا. كي الترفيع في الراتب متاعو وفما صراع داخل القناة الحوار بين المنتج فاضل بن عمارة وسام الفهري، وخرج المنتج من الحوار. أمين عنده تقريبا 3 شهور مخلصش ولا 4 شهور. في أول رمضان كلم مالك القناة سامي الفهري قال له يعمل الله ويبعث من بعد عاد المنفذ أمين قارة يبعث عاد المنفذ القناة الحوار التونسي طالب بمستحقاته. يا أخي مالك القناة قال له في آخر رمضان كيف يدخل الإشهار وينجح في اللوجة تو نخلصك، ومن بعد ما عادش يهز لي التليفون. وبعد ذاك الكل أمين قارة ما مشيش يصور وقال ما نرجع كان ما نخلص، وقرر الانسحاب وقدم قضية في مستحقاته. سامي الفهري ما صدق ربي بطل أمين قارة وفرصة لأنه البلاطو يتكلف برشا إسوارد. وهذا الكلام قاله نجيب الدزيري وهذا خلال ظهوره في برنامج إيميسيون امبوسيبل.